اللعيبه داس عليها القطر. يلا بينا. اللعيب بتاعنا هو فيل جونز. فيل جونز في بدايته مع مانشستر يونايتد كله كان مستنيله مستقبل كبير قوي، بعد ما كان عامل اداء كبير قوي مع بلاك بيرن ويونايتد تعاقد معاه في 2011 وهو عنده 20 سنه بس، وده كان اللي مختاره السير اليكس فيرجسون. ساعتها السير اليكس كان واثق فيه جدا وشايف ان ده هيبقى من احسن المدافعين في تاريخ الفريق. بدايته كانت كويسه وكان بيموت نفس الملعب حرفيا. فيل جونز كان بينزل بدماغه عشان يشيل الكوره. كسب مع مانشستر يونايتد الدوري بتاع 2013 وكله خلاص قال لك ده نجم المستقبل. لكن لما السير اليكس فيرجسون مشي والدنيا بدات تلخبط في مانشستر يونايتد ودفاع الفريق عموما بقى شكله وحش جدا، وزود على ده كمان الاصابات اللي بدات تيجي لفيل جونز ورا بعض، وغلطاته كمان لما بيلعب بدات ان هي تبان. مع التغيير الكتير للمدربين فقلوب الدفاع بتتغير، اللي يشتري ايريك باي وبعدها ليندلوف وبعدها ماجواير، فبدا ترتيب فيل جونز يقل قوي. غالبا هي حاجه من ثلاثه اللي خلصت على فيل جونز. في ناس بتعتبر ان هو مدافع قديم مش مناسب للكره بتاعت دلوقتي، بطيء مش لعيب كره برجله فعنده شويه مشاكل، او ممكن تكون الاصابات اللي جات له ورا بعض هي اللي اثرت عليه، او التغيير الكتير للمدربين خلى محدش يركز معاه واثر على تطوره.